السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحه جيده ان شاء الله. هذا الفيديو لقاكم في احسن الاحوال. ايوا كي دايرين؟ اش اخباركم؟ كلشي بخير؟ صحيحه الوليدات، العائله، الوالدين، الخدمه، المدرسه، الدخول المدرسي هذا كي غادي مع الدخول المدرسي. ايوا يا لاله، راه ما نسيتكم، شفت لكم وصفات هنايا، واحد ثلاثه الوصفات الاربعه ديال المعيكيز. المهم هاد الطريقه اللي غنوريكم في هذا الفيديو كديريها ماشي كل نهار، خاصك توجدي وصفه كل نهار. المهم كتوجديهم كتحطيهم عندك، كتخليهم وقت اللي بغيتيهم كتلقايهم موجودين ساهلين دغيا تستعمليهم. كاين بزاف الناس كيبغيو يطلعوا في راسهم، يطلعوا في شعرهم، يطلعوا في لحمهم، ولكن ديك نوضي وجدي وجمعي هذا وما تلقايش هذه، كتعجز صاحبتي. فاش كديري هاد الطريقه هذه كتلقاي كلشي مجموع، كتهزي كتخلطي كتستعمليه، يعني ماشي بالضروره عاد تبداي تجمعي المكونات. المهم هنايا البنات غادي نشارك معكم وصفه ديال الشعر، منها ملون طبيعي، منها اعشاب لعلاج تساقط الشعر، الفراغات، الناس اللي الشعر ديالهم شاحب باهت كيعطي واحد اللون عسلي قهوي ماغو زويون مفتوح غزاله. البنات في الشعر طبيعي، عرفتي واحد اللوين، اش نقول لكم البنات، غزاله 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 غزاله. المهم هنايا بالنسبه للمكونات اللي عندي مع كثار كتبتهم في ورقه البنات. المهم عندي السنبل، الورد والريحان، القرنفل، تاره والسرغينه، حبة الراس فرفرة و ارزوده. المهم ما عرفت سميتها مع انا الدري، غير جمعهم ليا وقلت لي عافاك الا ما قول لي هاد الاعشاب اللي جمعتي ليا الاسماء ديالهم، داكشي باش قالها ليا. ايوا يا الحبيبه عليا، قلنا السنبل، الورد، الريحان، القرنفل، تاره، السرغينه، حبه الراس، فريفره، ارزوده، زريعه البصله، زريعه الكيف، قشر الرمان، الدباغ البلدي، قشور القرقاع، السلميه، البابنوش واليازير. بالنسبه لليازير البنات اللي بغاو شعرهم يطوال في واحد الفتره قصيره يكثروه. انا درت غير القياس حينتاش انا حامله، ما بغيتش على حساب السخونيه وداك الشيء، درت غير القياس. وورق السدر حتى هو كديري منه شويه. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش مشكل مع داك التمل ديال الاعشاب، ياخذوهم يطحنوهم مزيان ويبقاو يخلطوهم بحكا مع الحنه ورق السدر. المهم غنوريكم الطريقه كيفاش ديروا ليهم. انا البنات كنغليهم في الماء، كاين اللي تقدر تغليهم في الماء وديرهم بخاخ، كاين اللي تقدر تغليهم في الماء وتستعملهم على شكل ماسك، كاين اللي تقدر دير معاهم الحنه وورق السدر. المهم انت غتستعمليهم بالطريقه اللي بغيتي والطريقه اللي مسلكاك والطريقه اللي غتجيك سهله. اهم حاجه هي تجمعيهم ويكونوا موجودين عندك الحبيبه ديالي وقت اللي بغيتي تستعمليهم. البنات كتلقايهم حداك ساهلين ماهلين، ما كيعجزوكش، ما كتعجزيش تهلاي في راسك. وهاد الوصفه البنات اقسم بالله العلي العظيم كنت كنديرها فاش عندي 16 عام 17 عام 18 عام. عرفتوا يا البنات الشعر كي كان عندي قسما بالله، وكانت تقولها لي مرت الله يشافيها وطول في عمرها، هي اللي كانت توريني هاد الوصفات، هاد ديري هاد ديري هاد ديري. وكانت واحد الرويحه في شعري زوينه تاع الاعشاب، كنخليها في خديديه ديالي في الفولار ديالي، كانت غزاله يا البنات. المهم البنات انا غادي ندير معكم في الفيديوهات الجايين كيفاش غادي تستعملوا هذوك الوصفات. هنا البنات عندنا السقله البنات اشنو فيها؟ المهم زبده البحر، تدقه، وغسول الوجه، غسول الكسي، الكرويه، الفول، حمص، الودعه، العزبه مطحونه، العكر الفاسي، النيله الزرقاء الصحراويه، تربس، الشيح، العرعار، وورق السدر. كتشدي هادو كاملين البنات كتجمعيهم عند العطار كيكونوا مطحونين. الغسول الابيض، الغسول ديال الوجه. المهم كتقولي للعطار يجمع لك هاد الاعشاب هادو. هادي سقله كتبقاي تستعملها. كاين البنات اللي كيديروا الحلبه، الترمس. مهم على حساب القدر اللي انت اللي بغيتي والاعشاب اللي قدرتي تجمعي. المهم انا هاد الاعشاب هما اللي جمعت، قلت لكم زبده البحر، الدقه، غسول الوجه، غسول الكسيل، الكرويه، الفول، حمص، الودعه، العزبه مطحونه، العكر الفاسي، النيله الزرقاء، الترمس، الشيح، العرعار، وورق السدر.
كاين البنات اللي كيقدروا يزيدوا عرق سوس، المهم على حساب نتي واشنو بغيتي ديري. المهم هادو اللي قلت لك تقدري تكتفي بهم، تقدري تزيدي عليهم داكشي اللي بغيتي. ايوا يا البنات حتى هي جبتها كيما كتشوفوا. كان عندي النيله الزرقاء كويرات حجيرات كنمعكها بايديا، الصراحه زوينه. وهاد السقله حتى هي كنديرها في قريعه، وكنديرها مع هذوك الاعشاب كنديرهم كاملين عندي في كوافوس، وكنخليهم وقت اللي بغيتهم البنات كنلقاهم موجودين. كنهزهم بالزربه، كنستعمل بالزربه، ما كنعكسش. ماشي بالضروره خاصك واحد المكون ما كاينش، ايوا صافي بلاش ما كتعكزي، ساهلين موجودين عندك. بحال قلتي هذه يا اختي سلسله المعكازات. هذا الفيديو خاص المعكازات اللي ما فيهم يا اختي، اللي يبقى يخلط ويوجد هادشي موجود. تبغي تمشي للحمام جيبي يا اختي ديك الحكيكه ديالك كدير معاك للحمام، وزدي لي واحد المعلقه، زدي لي يا اختي من الحنه من الحنايه الحبيبه ديالي ومن السقله، وديري لي على الصابون البلدي وخلطي وسيري للحمام. هانتي يا اختي ديتي معاك السقله وديتي معاك باش تغسلي الحماتك. ما يا اختي غادا بحال العزريله حنينه لا شويه السقله يا اختي، ما دايره لا ماسك لوجهك لا ماسك لشعرك. ماك يا اختي مالك يا عزري الدوار، ماك على هذا الاهمال كامل. ايوا يا البنات هذا ما قلت لكمش، هذا ورق السدر مطحون. بالنسبه للناس اللي بغاو شعرهم يداويوه من البابيليز، من الشوشوار، خرجتي عليه يا اختي في هاد الكونجي، خرجتي عليه في هاد العطله هادي وبغيتي شعرك يرجع زوين، تقدري ترجعي ليه ديك الحيويه والحياه اللي كانت فيه بعد ما خرجتي عليه يا اختي بالبحر والبرودويات والسوشوارات وبابيليز. ورق السدر البنات لا يعلى عليه، لا بالنسبه للبشره لا بالنسبه للابو ديالك، اللحم ديالك كامل تقدري تستعمليه في الماسكات، في اللحم ديالك كامل تقدري تستعمليه في شعرك. يعني كاين بزاف الاستعمالات البنات. مهم هو يكون عندك في الدار. مهم تقديه وتبعيني في القناه، ما تنسيش ديري ابوني، وغادي نوريك اشنو ديري ابوني ولايك، وخلي لي شي تعليق تما. وفين ما رميت شي وصفه، هاد المكونات اللي خديت دابا ودرتهم هكا في بواطه وحطيتهم عندي، راه كل نهار غنوريكم مكون ديروا به وصفه، مكون كيفاش تستعملوه. يا اختي هاد سلسله المعكازات راه انا وحده من هذوك المعكازات. المهم هنايا البنات خديت الحنه كيف ما كتشوفوا مطحونه ملينه مزيان. هذه ماشي البكيه، هذه الورق مطحونه مزيان. شوفوا يا البنات شحال خضره وزوينه. المهم الكاميرا ما فيهاش حقها، ولكن خضره وزوينه باقا جديده، والريحه ديالها جديده ومطحونه مزيان. الصراحه كيبيع هذاك الدري غزاله في سوق ازلي. المهم البنات حتى هي كنديرها في بواطه وكنحطها عندي، وقت اللي بغيت حنينه يا اختي كناخذها يا لشعري يا لحمي يا لوجهي. بزاف حتى هي حتى على الاستعمالات. البنات هنا عمرت هاد البواطه كبيره. الحاجه الوحيده اللي كثرت فيها هي الحنه اللي درت فيها نص كيلو، ولكن الصراحه نفعاتني يا البنات. كتحيد لي طاش، كتحيد حروق الشمس، كتحيد لي طاش تاع الحبوب. بالنسبه لوجه البنات اللي تيقول لك الحنه ما كدارش الوجه، لا البنات خدي لي واحد نص كاس ديال الحليب، سخنيه واحد شويه وديري فيه واحد المعلقه الحنه، وخليها تطلق فيه، صفيها وزي هذاك الحليب مسحي به وجهك، وخليه واحد 15 دقيقه ولا 30 دقيقه، وغسلي وجهك وردي عليه الغبار. اقسم بالله البنات حتى كتعطي واحد الرونق زوين للوجه. كتنقي من الليطاش مع المداومه، كتنقي من الليطاش اللي تقدري تقولي عمرهم ما غادي يحيدوا، كتحيدوا مع البنات كتنقيهم. انا بالنسبه للحنه كنحرق في هذه المنطقه اللي صعيب تحيد منها ديك ليطاش ديال الحرق، والحنه هي اللي عالجاتو ليا. المهم البنات هاد الحكيكه هاد الحكاده هاد البواطه هادي، المهم انا كل بواطه كنجمعهم. هذه البروتين هذيك كانت دايره اختي. المهم بواطات ما كيهمش ديالاش كندير فيهم داكشي. المهم البنات هذه درت فيها الحشوب. بالنسبه للحشوب نسيت ما قلت لكم البنات، زدت عليهم القهوه واتاي باش يعطوني داك اللون العسلي. وهنايا في هاد القريعه هذه الزاج درت السقله ديالي. وهذا ورق السدر فيما بغيتو، يا اما نقدر نستعمل كوماج للوجه، كوماج لليديا للرجليه، درتو في هذيك البواطه. كنتمنى الفيديو